مشاهدينا، أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم في هذا الحوار الخاص مع ضيفي معالي المهندس عبد الهادي المجالي رئيس مجلس النواب الأردني. أهلا وسهلا بك. شكرا لك. شكرا لك. سيد المجالي، بداية تتباين الآراء تجاه الواقع العربي، كيف هو من منظوركم؟ يعني أولا بدي أشكرك وأشكر قناة الفيحاء اللي حضرت لعمان لإتاحة هذه الفرصة أن نلتقي معكم في عمان. الأوضاع العربية في الوقت الحاضر يعني أوضاع لا تزال يشوبها الغموض ويشوبها القلق من شعوب المنطقة. فلا يزال الوضع في العراق غير مستقر، ولا يزال الوضع في لبنان غير مستقر، ولا يزال الوضع في السودان غير مستقر، وكذلك بالصومال. وعلى رأس كل هذه القضايا القضية الفلسطينية لا تزال عالقة بين المشاكل السلطة ومشاكل حماس وطبعا إسرائيل. فكل مع الأسف الشديد أن الوضع العربي بصورة عامة وضع يدعو إلى الأسف ويدعو للقلق. سيد المجالي، هناك دول توالي النهج الأمريكي وهناك دول تقاوم التوسع الصهيوني. أنا بعتقد كل الدول العربية تواجه التوسع الصهيوني. ما في دولة عربية يعني تقبل أنه يصير في توسع صهيوني أبدا. أما الدول اللي موالية لأمريكا ما في، يعني اليوم مصالح. انتهى موضوع التحالفات اللي لها علاقة باستمرارية العلاقة بشكل جيد. اليوم علاقة جيدة ممكن غدا تكون مختلفة إذا تناقضت المصالح. يعني اليوم الدول العربية اللي يقال أنها في ركب الولايات المتحدة، بالعكس هي تخشى من تطرف أحيانا من ما يقوم فيه الأمريكان تجاه قضايا الأمة العربية. يعني الأردن حليف للولايات المتحدة ويلقى مساعدات، لكن أنا ما بعتقد أن الأردن ممكن أن يقف مع الولايات المتحدة ضد، أو مع الولايات المتحدة في توجهها ضد استمرار الاستيطان أو توجهها في دعم إسرائيل في البقاء كدولة محتلة للأراضي الفلسطينية. يعني الأردن مع علاقته الجيدة، لكن له مواقف يمكن تكون أكثر من دول الممانعة في موضوع القضايا الأساسية الجوهرية اللي لها علاقة في موضوع إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني. نأخذ سوريا من دول الممانعة، لكن الآن نعلم جميعا أن سوريا تقوم بمحادثات مع إسرائيل ضمن يعني بمشاركة أو برعاية تركية، وتركيا طبعا برعاية أمريكية. وإحنا نؤيد ونشجع ذلك، لأنه إحنا نريد حقيقة أن يتم تفاهمات تؤدي في النهاية إلى الهدف، وهو تحرير الأرض العربية كلها، إن كانت لبنانية أو سورية أو فلسطينية. بأي وسيلة نعتقد أنه ممكن إنهاء هذه الاحتلالات بصورة جيدة. فتصنيف الموالاة مع الأمريكان واللي ضد مع الأمريكان يعني مش دقيق كثير الأيام، لأنه الكل يعني متفق على أن يكون مع القضية الفلسطينية، مع انسحاب إسرائيلي كامل، مع إقامة الدولة الفلسطينية. وأنا بعتقد هذا يعني موضوع متفق عليه عربيا. والعرب برضو مع سوريا، ولو أنه يقال أنها من دول الممانعة، بس مع سوريا في أنها تفاوض وتحصل على كل أراضيها، وينسحب الإسرائيليين من كل الأراضي السورية واللبنانية ليكون سلام مبني على العدالة وإعادة الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني. سيد المجالي، هل تعتقدون أن الأردن تأخر في دعم الحكومة العراقية والشعب العراقي؟ يعني تأخر، ما بعتقد أنه تأخر، بس احنا كلنا خلال الفترة الماضية يعني الوضع في العراق تأخر لأن يكون مستقرا، وليس العرب تأخروا أن يكون مؤيدين. احنا علاقتنا مع العراق ولو أنه إعلاميا أو يمكن ظاهريا أنه العلاقة لم تكن يعني بالشكل اللي الآن عليه، لكن العلاقة الأردنية العراقية كانت دائما جيدة، ولم يمر بفترة يعني توتر نهائي.
طيب سيادة المجالي، إذا لماذا تأخر التنسيق الأمني والدبلوماسي والتجاري؟ التنسيق الأمني موجود منذ زمن، ما أعتقد أنه يعني من بداية، أنا معلوماتي أنه كان مستمر منذ بداية العهد الجديد في العراق. أما الدبلوماسي كان لدينا سفارة وكان لدينا تمثيل، وتم الاعتداء على سفارتنا، وإذا بتتذكروا يعني وضع متفجرات في الواجهة الأمامية، ولأسباب أمنية يعني تم عودة السفير. بس هلأ بنعتقد أنه في تحسن، في تغير حقيقي في موقف يعني السلطة الحاكمة في العراق. بدأت أنا برأيي أنه بدأت محايدة، يعني القرارات اللي بتتخذها ضد أشكال التمييز، ضد أشكال الميليشيات بغض النظر عن خلفياتها. وهذا موقف فعلا ساعد كثير على زيادة استتباب الأمن نوعا ما، وزادت على اطمئنان جوار العراق بأنه ما يتم عمله الآن سيؤدي إلى نتيجة إيجابية في المستقبل. سيد المجالي، هناك زيارات كثيرة للمسؤولين العراقيين إلى عمان، لكن قلة زيارة المسؤولين الأردنيين إلى العراق، لماذا؟ يعني أنا رحت على العراق، يعني رحنا، وأنا شخصيا يعني ساهمت أن يكون الاتحاد البرلماني العربي يعقد في العراق، وعقد في أربيل، والتقينا في كل المسؤولين العراقيين والمسؤولين كمان في الشمال. الآن يعني العراقيين المسؤولين بفضلوا يعني يجوا لعمان ويلتقوا المسؤولين. أنا بعتقد الوضع الأمني يعني كان باستمرار هو العامل اللي بيجعل يعني موضوع الزيارات مستمرة بين عمان وبغداد. ومع ذلك كان في زيارة، رئيس الوزراء الأردني راح العراق، في وزراء راحوا للعراق، والآن يعني في معلومة أنه جلالة الملك سيزور العراق قريبا. إذا سيد المجالي، زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله المرتقبة إلى العراق هي تحول في سياسة الأردن تجاه العراق؟ يعني لا أستطيع أقول تحول، لأنه سياسة الأردن تجاه العراق ثابتة ومؤيدة ومساندة منذ زمن. يعني ما أعتقد أنه كانت مواقف الأردن مواقف معادية أو مواقف سلبية. أنا بعتقد كانت مواقف إيجابية. طبعا الآن الزيارة ممكن أن تتوج يعني كل العلاقات السابقة إلى